عشاق السمين يحضروا هنا، هنعمل طبق سمين يخش القلب على طول بجد، واللي ما بياكلش السمين بجد هيعشقوا بعد الوصفه ديت. عباره بقى عن معلقتين من السمنه وكام قطعه من الدهن. هبتدي ان انا اقلبهم، وبعد كده اللهم صل على النبي هنزل بنص كيلو من اللحمه. هبتدي ان انا اشوحه، وبعد كده هنزل بالكبده، هنزل بالكرشه. كل دوت هديله تشويحه واحطه على جنب. هنا بقى نزلت بالزور، وهنزل كمان بالقلب، وهنزل كمان بالطحان، وكمان اللهم صل على النبي هنزل كمان بالكبده. بس الكبده هتبقى اخر حاجه، وبعد كده هنقلب المكونات دي كلها مع بعض، وبجد هتاكلي احلى صينيه سمين من على سفرتك، وكل اللي هيدوقها عندك هتعجبه جدا. هنا بقى نزلت بفصين من الثوم، ورشه من الفلفل الاسمر، ورشه من السبع بهارات، ورشه بقى من الكزبره، والملح طبعا حسب الرغبه. سويت بقى كل الحاجات دي على نار هاديه، وبعد كده نزلت بقرنين سبايسي. اتمنى تكون الطبق ده عجبك. عشاق السمين يحضروا هنا، هنعمل طبق سمين يخش القلب على طول بجد، واللي ما بياكلش السمين بجد هيعشقوا بعد الوصفه ديت. عباره بقى عن معلقتين من السمنه وكام قطعه من الدهن. هبتدي ان انا اقلبهم، وبعد كده اللهم صل على النبي هنزل بنص كيلو من اللحمه. هبتدي ان انا اشوحه، وبعد كده هنزل بالكبده، هنزل بالكرشه. كل دوت هديله تشويحه واحطه على جنب. هنا بقى نزلت بالزور، وهنزل كمان بالقلب، وهنزل كمان بالطحان، وكمان اللهم صل على النبي هنزل كمان بالكبده. بس الكبده هتبقى اخر حاجه، وبعد كده هنقلب المكونات دي كلها مع بعض، وبجد هتاكلي احلى صينيه سمين من على سفرتك، وكل اللي هيدوقها عندك هتعجبه جدا. هنا بقى نزلت بفصين من الثوم، ورشه من الفلفل الاسمر، ورشه من السبع بهارات، ورشه بقى من الكزبره، والملح طبعا حسب الرغبه. سويت بقى كل الحاجات دي على نار هاديه، وبعد كده نزلت بقرنين سبايسي. اتمنى تكون الطبق ده عجبك. عشاق السمين يحضروا هنا، هنعمل طبق سمين يخش القلب على طول بجد، واللي ما بياكلش السمين بجد هيعشقوا بعد الوصفه ديت. عباره بقى عن معلقتين من السمنه وكام قطعه من الدهن. هبتدي ان انا اقلبهم، وبعد كده اللهم صل على النبي هنزل بنص كيلو من اللحمه. هبتدي ان انا اشوحه، وبعد كده هنزل بالكبده، هنزل بالكرشه. كل دوت هديله تشويحه واحطه على جنب. هنا بقى نزلت بالزور، وهنزل كمان بالقلب، وهنزل كمان بالطحان، وكمان اللهم صل على النبي هنزل كمان بالكبده. بس الكبده هتبقى اخر حاجه، وبعد كده هنقلب المكونات دي كلها مع بعض، وبجد هتاكلي احلى صينيه سمين من على سفرتك، وكل اللي هيدوقها عندك هتعجبه جدا. هنا بقى نزلت بفصين من الثوم، ورشه من الفلفل الاسمر، ورشه من السبع بهارات، ورشه بقى من الكزبره، والملح طبعا حسب الرغبه. سويت بقى كل الحاجات دي على نار هاديه، وبعد كده نزلت بقرنين سبايسي. اتمنى تكون الطبق ده عجبك. عشاق السمين يحضروا هنا، هنعمل طبق سمين يخش القلب على طول بجد، واللي ما بياكلش السمين بجد هيعشقوا بعد الوصفه ديت. عباره بقى عن معلقتين من السمنه وكام قطعه من الدهن. هبتدي ان انا اقلبهم، وبعد كده اللهم صل على النبي هنزل بنص كيلو من اللحمه. هبتدي ان انا اشوحه، وبعد كده هنزل بالكبده، هنزل بالكرشه. كل دوت هديله تشويحه واحطه على جنب. هنا بقى نزلت بالزور، وهنزل كمان بالقلب، وهنزل كمان